المتابعين ترند النهارده، حلقة النهارده كانت حلقة جميلة، والحلقة الجاية هتبقى فيها أحداث نارية. جعفر العمدة بعد ما عرف ان سيف ابنه للأسف هيموت سيف عن طريق دلال، ودلال هتعرف ان سيف طلع ابن جعفر، هيبقى في مواجهة ما بينهم. دايما الصورة دي كانت منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بس اللي هيحصل كالآتي: دلال هتموت سيف، ونهاية دلال على جعفر العمدة بعد 19 سنة. وللأسف بلال شامة هيقوله لدلال هي السبب في كل ده، ودلال هتتكشف على حقيقتها. الأحداث اللي جاية أحداث نار جدا. شوقي فتح الله هيتقلب خالص مع دلال، هيحاول يحميها من جعفر العمدة بعد ما عرف اللي هي اللي وزت على سيف اللي هو يتخطف من 19 سنة. وكمان في احداث كتيرة جدا. سلوى عثمان هتحكي له عن كل حاجة، وازاي بلال شامة اتفق اللي هو يجيب ابنه. وكمان صفصف كانت مشكة اصلا اللي سيف ابن جعمة لما ابن جعفر العمدة لما قلبوا المعلقة. وطبعا شفنا الحلقات دي. عايزه اقول لكم الحلقات الجايه هتبقى فيها ضرب نار بين جعفر العمدة وشوقي فتح الله، وهيقلب على دلال قلبة سودا. وكمان للاسف النهايه اللي كانت متوقعه اللي هو جعفر العمدة هيحضن سيف، لا موت، سيف للاسف هيموت عن طريق دلال، ودلال هي اللي هتموت في الاخر بعد ما تموت سيف ابن جعفر العمدة، وهيكون السبب من كتر حبها في جعفر العمدة. اشوفكم على احداث تانية، مع السلامة.